يا صباح الخير والتفاؤل والأمل، صباح يوم جميل، يوم جديد عليكم يا رب كله خير وبركة. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب، كلها خير وتفاؤل وأمل. أول حاجة كده نعملها، نعمل فنجان قهوة كده ونعمل جنبيه شوكولاتاية دارك كده، ظبطي مودك عشان تقدري تعملي لهم أحلى فطار وتعملي لهم أحلى يوم جمعة. وكمان تعملي ايه، شغلي عود بخور كده في الشقة وشغلي سورة البقرة، نعمل طاقة إيجابية كده وروح جميلة، ونبتدي بقى نحضر الفطار الجميل العظيم ليوم الجمعة الجميل المبارك إن شاء الله. تمام. جبنا البطاطس بقى، نبتدي نشتغل في البطاطس الأول، نقشرها تمام كده. تمام. نقشرها وهنعملها ايه، صوابع. لو حابه تعملها لهم شيبسي يعني وتفرحيهم بقى بفطار يوم الجمعه قوي، اعمليها شيبسي من بالليل وحطيها في ميه ساقعه وحطيها في التلاجة مع عصره ليمونه وسنه ملح. والله بجد هتبقى احلى بطاطس شيبسي عملتيها يعني في حياتك، هتبقى تحفه تحفه تحفه. تمام. نقطع كده البطاطس صوابع. تمام. انا غسلتها مره قبل ما اقطعها وهغسلها مره تاني بعد ما اعملها صوابع. دلوقتي بقى ناخد حتة من الكرنب الأحمر، ونضف الخيار كده والكابوتشا واخد منهم حتة، يعني حتة من الكابوتشا، وهاخد طبعا الخيار كامل وطماطميتين 3 كده حسب ما تحبي كمية السلطة عندك. تمام. انا مكترة سلطة لان انا حابة الاولاد تاكل بجد السلطة دي، وهما بيعشقوا السلطة دي في الفطار ده. يعني احنا لما بعمل الفطار بيعشقوا السلطة دي جنب الفطار. فبجد جربي الفطار ده، بجد هتلاقي فيه اختلاف مع الاولاد، وهياكلوا كل الخضرة اللي حطاها فيه، وهيفطروا الفطار ده وهيعجبهم وهيطلبوه منك على طول ان شاء الله. تمام. نخرط كل السلطة بتاعتنا النهاردة في البولة. كرنب الاحمر برضو حاولت اعمله على ايدي، لا لقيته مش لطيف، رحت جايبة القطاعة واشتغلت عليها، كانت الطف واظرف. تمام. تمام. بصراحة انا بحب الفطار ده قوي في الجو الشتوي، بلقى بقى كل الخضرة طالعة، كل الخضرة اللي ما تشتهيها الانفس موجودة في الاسواق. تمام. انا هنا بقى يعني هبشر جزرايه، وهقطع نص طماطميه كنت واخداه من السلطه، وقرن فلفل. تمام. وحطيتهم على بعض وسبتهم على جنب. هنا هعمل بقى طحينه كمان، بعصر عليها ليمونه كامله. تمام. دول 3 معالق طحينه، وعليهم كمان كمون، عليهم زيت، عليهم ذره ملح، يعني مش ذره ملح، على حسب ما يعني طعم الحدائق اللي بتحبيه في الاكل، الطعم المظبوط. وحطيت كمان سنه شطه عليها، ميه مغليه بقى، وواحده واحده كده وحطي على الطحينه على حسب ما تديكي السماكه اللي بتحبيها سميكه قوي، بتحبيها يعني نص نص، الميه المغليه هتبقى تمام معاكي. هنا كان عندي شويه خضره كمان مشكل متقطعه في التلاجة، حطاهم في كيس، وحطيت بيضه وحطيت كزبره، وقلبت الليله الجميله دي كلها على بعضها كده. بجد بجد بتطلع احلى طعميه، بتبقى طعمها جميل 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 بجد. تمام. نقلب كده ندخلها كلها في بعضها. وانا كده كمان كنت حاطه البطاطس على النار شويه، برضو هحط الطعميه على النار. دلوقتي انا جبت بقى طبقين فول كده معتبرين، عليهم طحينه وزيت وذره ملح وكمون، وجبت بقى الزيتون اللي كنا عاملينه مع بعض. بجد احلى زيتون. انا اول مره قلت لكم، كنت اول مره يعني اخلي الزيتون تفاحي، بجد طلع جميل جدا من كتر حلاوه البرطمان اتدلع على الارض. تمام. تمام. انا هنا حطيت طبق جنب الاكل، كان لسه اول مره افتحه معاكم، وجبت السلطه حطيت عليها رشه ملح بس. تمام. وادي جهزت الصينيه، احلى صينيه، جهزت احلى صينيه فطار في الكره الارضيه. هو كان المفروض يبقى فيه عيش شامي عشان بجد تبقى اكله زي بتاعه المطعم بالظبط، بس ما حصلش نصيب بجد. بس الحمد لله احنا كده بقى هنفطر احلى فطار، وهخلص مواعيني يعني واغسلها وبوتاجازي واظبط دنيتي، وهنزل بقى لان النهارده انا واخده اجازه بجد، رايحه اتلم بقى مع بنات خالي بقى ونقعد قاعده كده مع بعض، احلى قعده. تمام. والنهارده ده كان فطاري وده كان يومي. تمام. ونختم باحلى كوبايه شاي. يا رب يكون الفطار عجبكم واليوم عجبكم، متنسونيش باللايك. سلام.